المغرب نحبوا ولا نكرهوا عندنا فريق قوي. انا شفتهم يلعبوا وشفت الفريق تاعنا نتاع الجزائر. يعني كاين فرق بين المستوى نتاع الجزائر ونتاع المغرب، من اللاعبين تاعهم احسن من اللاعبين تاعنا، هذه نقول حقيقه. انا شاهدت المغرب وشاهدت الجزائر وتبعتهم تبعتهم مليح. سي محفوظ معليش، انت شاهدت المنتخب الجزائري، شفت المنتخب مليح، شاهدت المنتخب المغربي، شفت المغرب. عندك صح. تكتيكمون كيف تشوف الحوار؟ الاخرين يسون بلي فور علينا. شفنا يحطوا بالون خرجوا يرجع له اللور يعاود يعطي له ويجيو طالعين ويلعبوا كرة القدم. ما انتوما ما فرع ما زهيتوش. الفوتبول يقول لك تي دوا تفار بليزير، ما كاش. انت تمد 250 مليون ما يعرفش يدير ان كونتر، ما يعرفش يدريبلي واحد، مي سي با بوسيبل. كنت ترمي في الدراهم، اما لا نوليو كاع نلعبوا ما كاين شيوخه نوليو نلعبوا. اعطيونا الاموال، احنا كاع احنا جزائريين، اعطيونا كاع الدراهم لينا. كيف احنا تعطيونا على زعما يلتيو لي جان؟ لي جان كارين حياتهم خارجين يسبوا، خارجين ينعلوا. لو كان ستاد بتات 60000 كانت ممكن كش ما يديروا. Non, c'est pas comme ça. Ça, c'est une fausse politique. La vraie politique, اسمح لي. لا نكمل هذه ونسكت من بعد نهضر على الباقي. هضر انا الكلاب تاع هذا جو دوا رياجير. هنا سلطات. S'ils veulent une bonne politique, لازم الفوتبول يعاودوا يولي في قيمته. لي جون كي يزهاو يشوفوا ماتش شباب يخرجوا ما يكسروا، ما يقولوا سلوغون بوليتيك، ما يقولوا والو. هذه الناس غلطه. يقول لك واقيلا الو خليهم يتخلطوا، ما خليوناش يتخلطوا. هكذا اللي يكثر الشيء. C'est une honte أنا كي نشوف دي جوار يخلصوا دي سون باراي بور ان جو باراي. ومن بعد يقول لك لا رياكسيون تاع البريزيدون فير لاربيت، نقولوا يا سيدي لأنه هو ما ينجمش يروح تما في التيران يهضر مع لي جوار. الاربيتراج ثاني ما كانش في المستوى. اسمح لي نهضروا شويه ونفهموا بزاف. لا رياكسيون تاعهم فير لاربيت بوتيت سا سكومبرون بوتيت، بصح لاربيت اونيتمون نحانا لي كورنر اخي هكذا ولي كفره صح. جاونا لي كورنر وجاونا لي كفره، ما ماركينا ما تيرينا ما لعبنا. دوك نهضروا بكل صراحه. صح يزعف كي ما عطاناش لي كورنر هادوك، صح يزعف لان كورنر ممكن سا سبو تنجم تماركي تنجم تبدا صح. هذاك انا ما نتكلمش على لي زاربيت، لان لي زاربيت خلاص ما عارفين ما كان نهضروا على لي زاربيت. ممكن هذا المستوى تاعو هكذا الاربيت، ممكن دار بالعاني، ممكن ماشي بالعاني، جو نسي با، ما نعلمش بالغيب. ولكن انا نهضر معك يعني. اني نهضر معك طريقه لعب. ما كاش يا ناس، ما كاش طريقه لعب بح كما يقولوا دراري صغار بح. ما كاش عم يقول لك واش هذا اللعب هذا. كان لعبنا شويه وكذا، واش عليه؟ ما ندير ماتش، واش عليه تخسر؟ واش عليه لعبت وخسرت؟ ما لعبناش. ارمي برك في السماء. ابن عمي انا حشمت نخرج نعيط. كيف تلعب في السماء هذا؟ حط البالون. صافي دير كو الخدمه اللي كانت تندار ما كان حتى خدمه خويا. ممكن سير لو بلان فيزيك شادين فيزيكمون، ممكن بصح سير لو بلان اورغانيزاسيون جو نول خويا. يا ريان ديتو. يكونوا معايا داكور، الا اللي ما يحبوش اللي يقولوا نحبوه، هادوك اللي راهم يقول كيفاه وكذا وممكن وعلى يهضر نهضر هكذا خاطرش تغير. شفنا يحطوا بالون خرجوا يرجع له اللور يعاود يعطي له ويجيو طالعين ويلعبوا كرة القدم. ما انتوما ما فرع ما زهيتوش. الفوتبول يقول لك تي دوا تفار بليزير، ما كاش. لا بصح ندير حاجه واحده اخرى. نولي لك باش نتحدوا ايضا. لا نزيد كلمه ما توليليش كاع ولا حبيت كاع انا لا لازم الوزير يتدخل ويقول المسؤولين حبسوا لي سون فارامينوز. والو راكم تبقى يبزعوا يمدوا بزاف يا خويا، وتحبسوا لنا هاد الفوتبول لي سون فارامينوز باسكو سي اون انسولت للناس وللكرة القدم. سي اون انسولت كو دي جوار بران دي سوم انور ما يعرفوش يلعبوا كرة القدم. سارتا ما يعرفوش يلعبوا كرة القدم. الرياضة أو كرة القدم في بلادي هي لعبة تشبه كثيرا مثل ما أقول وأكررها دائما، تشبه كرة القدم ونحن لا نمارس كرة القدم. هذه الرياضة تشرف عليها السلطات بطريقة غير سلسة وغير قانونية. يا أخي هناك 1000 مليار ضخت في هذه البطولة في العشرية الأخيرة فقط. هذا مبلغ كبير وكبير جدا. نتحدث عن العصابة وما أخذته من هذا البلد. يا أخي في كرة القدم هناك عصابة موازية للعصابة السياسية أو أكثر. أواصل. عندما نتحدث عن الأرقام التي قدمتها حكيم وقلت هناك فرق
يعني غيرت الثوب كلية، 19 لاعب 12 لاعب 11 لاعب. يا أخي سوف أقول كلام ربما سوف لن يعجب الجماهير العريضة لهذه الأندية. ليس هناك فريق عريق في الجزائر. عندما نتحدث على فريق مثل المولودية أو الوفاق أو الاتحاد أو الشبيبة ونقول بأن هذا الفريق عريق ولديه ألقاب وهو عملاق إفريقي، يا أخي الشبيبة التي وصلت إلى نهائي كأس الكاف بضربة حظ، يا أخي اليوم تغير يعني التشكيلة بنسبة 100%. هؤلاء اللاعبين سوف يحملون قمصان الشبيبة. هل نتحدث على فريق عريق في ظل تواجد لاعبين شباب لم يلعبوا ولا مباراة في إفريقيا؟ هذا أولا. ثانيا، عندما نتحدث عن الأموال التي يقال بأنها تضخ بطريقة غير قانونية في هذه الفرق، لنسأل من أين لهؤلاء بهذه الأموال؟ هناك البلديات والولاة يقومون بضخ أموال بطريقة غير قانونية في أندية لكرة القدم. عندما انتخبت أنا أو غيري أو أنت أو رضا على هذا رئيس البلدية أو ذاك، أنا لم أختاره لكي يمول هذا الفريق لكرة القدم، اخترته ليقضي على البطالة، على السكن، لإصلاح يعني الطرقات وما إلى ذلك. اليوم السلطات تتفرج على هذا المفعول به وهو كرة القدم في الجزائر بتواطؤ الرؤساء. عندما تحدث هذا الوزير عن الرؤساء السابقين، أنا أستثني جيدوم رحمه الله. يا أخي جيدوم قام بسن بعض القوانين يشهد له التاريخ بأنه أراد أن يبدأ في بناء يعني مستقبل زاهر لهذه الرياضة. لنسأل من هم مع بعض المسؤولين، لنسأل من هم رؤساء هذه الأندية، أي من المستوى يتمتعون به، كيف حالهم من الجانب المالي. الكل كان موظف عادي، اليوم هو ملياردير. لنتساءل مستوى ما كانش يعني. شوف رضوان، أنا سمعت دوكا وزدت أنت يعني أكدت على الحاكم. كان هجوم شرس على الحاكم هدايا. أنا أقول لك دار أخطاء تقديرية. لا ماشي تقديريه، لا تقديرية تاع كيف تقديريه؟